فاعتقد هيكونوا افضل. ادي انسيني القصير المكير، تمريره قطريه جميله، اول اهداف اللقاء. نعم هو الان، بس الان جاءنا البيان التالي ان الان يسجل اول اهداف اللقاء بعد 13 دقيقة. حلم الانتصار على الميلان مجددا قد يصبح حقيقة. عملها بشكل جميل البرازيلي الان، يسجل ثالث اهدافه هذا الموسم واول اهداف نابولي بعد انطلاقه من الخلف للامام وتحضير من انسيني اللاعب الموهوب الخطير. خطأ في التشتيت من زاباتا، ثم انسيني تغيير الاتجاه، ثم الان القادم من الخلف للامام، ثم بكل هدوء وبكل ثقة وبكل تأني أقدامه من جديد تغني وتعزف ثالث ألحان الأهداف، ثالث لحن للأهداف، ثالث أهدافه ألان اللاعب. تولاتشي مش هيدافع، كوتشكا مش قوي، والهدف الثاني نعم والهدف الثاني عملوها وبأقدام الموهوب انسيني سجلوها. 2-0 نابولي، 2-0. الجنوب يتفوق على الشمال باليمين ولا بالشمال، كده هدف اخر جمال. نجح انسيني في ان يقتحم منطقة الجزاء هذه المرة وبباطن الحذاء ومن داخل منطقة الجزاء، وكأنها عدالة السماء نزلت على استاد جوزيبي مياتسا لمصلحة نابولي. الافضل الاحسن الاخطر من هيجوين الى انسيني، ويسجل في اقصى الزاوية اليسرى واحد من الاهداف الجميلة، نتيجة عمل جماعي ممتاز، نتيجة اقتحام لمنطقة الجزاء في توقيت مناسب، نتيجة دقة عالية جدا في التعامل مع المرمى، نتيجة قرار مناسب لموقف مناسب، الرجل المناسب في المكان المناسب. بينما الميلان يقدم الملكي الضربة الحرة. نجم النجوم مباراة النهاردة انسيني لاعب خط الوسط المهاجم الدولي الإيطالي، والضربة الحرة السريعة ثلاثية بالثلاثة تاتا. نابولي يتقدم وبالثلاثة 3-0 لنابولي. نتيجة كانت حاضرة العام الماضي، لكن هناك في ساو باولو بينما انسيني احد نجوم المباراة ان لم يكن نجمها الاول، ومن كرة ثابتة بيمينه يحطها لديجو لوبيز على يمينه، يا جماله على يمينه حطها له ليتقدم نابولي 3-0. الله حرفية عالية جدا، لولبية عظيمة جدا. يعيب على ديجو لوبيز انه رايح بايدين الاثنين، كان لازم يفكر يروح بايد واحدة، كانت هتبقى اقرب. السويد ثم ايطالي، بعد ذلك دي ناتالي مرتين، ودي كرة عرضية تمر. ثم ديل بييرو ما ننساش في 2008 مع اليوفي، توتي 2007 مع روما، لوكاتوني 2006 مع فيورنتينا، لوكاريلي 2005 مع ليفورنو. ايطاليا غنية بالمهاجمين واللاعبين الهدافين في الدوري الايطالي، وان كان وجود كافاني وزلاتان ابراموفيتش في وقت من الاوقات خلى النجوم يكونوا حاضرين من خارج ايطاليا. اقصى اليسار جميلة فوزي غلام، يا سلام يا فوزي، رباعية يا الله صدق او لا تصدق، الميلان يسقط بالاربعة، وفوزي غلام يصنع بل يسجل الهدف الرابع. خطأ كبير اون جول، لكن فوزي غلام بانطلاقته وحسن تمركزه وجرأته وكرته الارضية الجميلة يجبر دفاع الميلان على التسجيل في مرماه. صغير السن الايطالي البرازيلي إلي يسجل في مرماه، وكأن الشباك الميلان ناقصة يسجل رابع الاهداف. رباعية لنابولي في مرمى الميلان. نتيجة كبيرة جدا ما بين الغياب عن الانتصار في اخر